السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد اتوب جنبك قبل كده ولقيت نفسك بتتاوب بعدها بثواني؟ طب ايه رأيك لو قلتلك ان دي مش صدفة، وان التتاوب دوت ممكن يكشف عنك حاجات وعن علاقتك باللي حواليك، والأغرب ممكن يكون ليه علاقة بالذكاء والتعاطف. خليني احكي لك. في يوم مجموعة باحثين كانوا بيلاحظوا ردود أفعال الناس في أماكن مختلفة، واكتشفوا حاجة غريبة جدا. أي حد يشوف قدامه شخص بيتاوب بيبدأ هو كمان يتاوب، حتى لو مش نعسان ولا حتى حاسس بتعب. فبدأت الأسئلة تطلع: ليه ده بيحصل؟ هل التتاوب بيعدي زي الضحك ولا دي مجرد حركة تلقائية؟ العلماء سموه التتاوب المعدي، وبيأكدوا إن السبب الأساسي وراه حاجة اسمها خلايا المرآة. الخلايا دي موجودة في مخك وبتخليك تقلد تلقائيا الحركات والتصرفات اللي قدامك، زي لما تضحك لو شفت حد بيضحك، أو تتعاطف لما تشوف حد بيتألم. بس التتاوب ليه وضع خاص. في دراسات بتقول إن التتاوب المعدي مش بيحصل بنفس الدرجة مع كل الناس، هو أكتر بين الناس اللي بينهم علاقة عاطفية أو علاقة اجتماعية. هتتاوب لما تشوف أخوك بيتاوب أو صاحبك بيتاوب، لكن مش بنفس القوة لو شخص غريب. في باحثين بيقولوا إن التتاوب المعدي ممكن يكون مقياس للتعاطف، يعني لو أنت شخص بتحس باللي حواليك يبقى أنت أكتر واحد هيتأثر ويتاوب لما يشوف غيره بيعمل كده. والعكس، الناس اللي عندهم اضطرابات في التواصل زي التوحد أقل ناس بتتأثر بالتتاوب ده. وفي كمان نظرية تانية بتقول إن ده تطور قديم من أيام ما كنا عايشين في مجموعات. كان التتاوب إشارة عبارة عن إن الجسم محتاج أكسجين، فلو واحد اتاوب الباقي بيتاوب عشان يوازنوا النشاط مع بعض. أكيد حصلت لك قبل كده، قاعد وسط صحابك، واحد اتاوب وبعدها التاني وبعده التالت، وانت فجأة بقيت تتاوب من غير سبب، وكل شوية تقول مش عارف أنا ليه بنعس كده، بس الحقيقة أنت اتعديت. جربها بنفسك، روح لحد قريب منك وتتاوب فجأة وشوف هيعمل إيه. لو اتاوب اعرف إن في بينكم رابط قوي، ولو لأ محتاجين تقربوا شوية. اكتب لي في الكومنتات اتاوبت أول ما شفت الفيديو ده. لو فعلا حصلت لك يبقى لازم تعمل إعجاب واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا.